في كيكات كده ليها وقت معين تتاكل فيه، زي الفلان كيك او كيكة قدرة قادر. بحس كده مهما اعملها في اي وقت بحسها ان كيك صيفي منعش. يمكن عشان طبقة الفلان او الكريم كراميل بتتحط في التلاجة وبتطلع رطبة، مش عارفة. بس دايما الكيك ده بصنفه تبع حلويات الصيف. سبق وعملته قبل كده على القناة وكانت طريقته مختلفة ومكلفة نوعا ما. هعمله معاكم اليوم بأقل التكاليف، وهيطلع زيه زي اللي كنا مكلفينه قبل كده. اتمنى الطريقة تعجبكم وتنفذوها. ويلا بينا نبدأ بالوصفة. اول حاجة هنحضر القالب اللي هنصبه فيه الكيك. هنرشه بأي مادة دهنية بالشكل ده كده، وهنغلفه بالفرشة بحيث لما نيجي نصب فيه طبقات الكيك تطلع بعد كده معانا بكل سهولة. لازم الخطوة دي تعملوها. بعد كده هنشوف مقادير الكراميل اللي هو السكر. هحتاج لنص كوباية كده من السكر وحوالي 4 معالق كبار كده من المية. في طاسة كده او في حلة هضيف فيهم السكر والمية، وبعد كده هرفعهم على البوتاجاز. وبمجرد ان هما يبدأوا يبقبقوا كده وياخدوا لون ذهبي خفيف هنطفي عليهم النار على طول. مش عايزين نسيبهم كتير على النار، لان لو سيبناه هيبدأ ان هو يسكر معانا ويفتفت كده وتبقى قطع سكر مفتفتة، او لو سيبناه يغمق هيمرر معانا. فبمجرد ان هو ياخد لون ذهبي خفيف هنطفي عليه النار على طول، وناخد بالنا عشان اللسعة منه مؤذية جدا. هصب بقى طبقة الكراميل وهضيفها على جنب، وهسيبها القالب على جنب، ونبدأ نحضر تاني طبقة. هنحتاج ل3 أظرف كده من الكريم كراميل، ونص كوباية من الحليب الباودر، و3 أكواب من الحليب السائل. على كل ظرف كريم كراميل عليهم كوباية من الحليب. في حلة كده هضيف الحليب، وهضيف عليهم ال3 أظرف بتوع الكريم كراميل. المقادير كلها هسيبها لكم في صندوق الوصف اسفل الفيديو كالعادة. وهضيف عليهم الحليب الباودر، نقدر نستغنى عنه بس بيدي طعم كده غني جدا للكريم كراميل. هقلبهم الاول كده على البارد وهتأكد ان مفيش اي تكتلات فيه. بعد كده هرفعه على النار، وبمجرد ان هو يعمل بابلز وقوامه يبقى سميك معايا هطفي النار عليه على طول. بعد كده هصبه فوق الطبقة بتاعة الكراميل اللي احنا عملناها. طبعا بمجرد ان انا حضرت الكريم كراميل الطبقة بتاعة الكراميل اتمسكت، فما تقلقوش خالص وانتوا بتصبوا الخليط بتاع الكريم كراميل. هنسيب بقى طبقة الكراميل على جنب والكريم كراميل، ونبدأ نحضر مكونات الكيك معانا. هنحتاج لكوباية ومعلقتين من الدقيق، و3/4 كوب من السكر، ونص كوباية من الحليب، ونص كوباية زيت، وبيضتين، ورشة فانيليا، ومعلقة ونص كبار من البيكنج باودر، ورشة ملح، ومعلقتين كبار من الكاكاو الخام يكونوا هرميين، وعليهم معلقة صغيرة كده من النسكافيه. نقدر نستغنى عن معلقة النسكافيه، بس بصراحة يعني بحب احطها في اي حاجة فيها كاكاو، بتعزز طعم الشوكولات كده وبتظهره. في حاجة واسعة كده هضيف فيهم في دي هضيف فيها الحليب، وعليهم البيضتين والسكر والفانيليا. وهبدأ كده بالمضرب ادوب كده السكر تماما، واخلط كل حاجة مع بعض. نقدر نعمل الخطوة دي بالهاند بلندر او بالمضرب الكهربائي او في الخلاط. اول بس ما السكر يدوب معانا هننزل بالزيت ونقلب برضو تقلبتين كده. بعد كده هنجيب مصفى او منخل، وهبدأ ان انا اضيف المواد الجافة فيه بحيث ما يبقاش فيه كتل في الخليط، ويبقى الكيك ناعم كده وفلافي معايا. طبعا الدقيق نقدر نستعمل كوباية واحدة كده من الدقيق. لو حسينا ان الخليط محتاج هنقدر نضيف المعلقتين الزيادة. لو حسيتي ان الخليط مظبوط معاكي تقدري نستغني عن المعلقتين اللي ضفناهم فوق الكوباية. طبعا عشان الدقيق انواع، في دقيق بيحتاج لسوائل كتير، وفي دقيق يعني بيتماسك على طول. هبدأ ان انا اخلط بقى المكونات في اتجاه واحد علشان احافظ على كمية الهواء، ويطلع معايا الكيك كده ناجح وفلافي معايا. وده كده قوام الخليط، شايفين عامل ازاي؟ ده القوام المطلوب. هنجيب بقى القالب بتاعنا. انا طبعا ما دخلتش القالب التلاجة، انا سبته جنبي على رخامة كده. طبعا الكراميل تماسك شوية، وما تماسكش قوي بس تماسك شوية. هنصب بقى الخليط بتاع الكيك فوقه كده بالشكل ده. في الوقت اللي احنا بنحضر فيه الكيك بقى، الخطوة دي نسيت اقول لكم عليها، بنبقى مولعين الفرن علشان الكيك يدخل على فرن مسبق التسخين ويطلع كده ناجح معانا.
هجيب بقى صينية وهحط فيها مية تكون مغلية حوالي نص الصينية كده. انا مستعمله صينيه بايركس، لو هتستعملي صينيه الومنيوم تقدري تحطي بقى نصها ميه وتحطي معلقه كده من الخل عشان الصينيه ما تغمقش منك في الفرن. وبعد كده هدخل بقى الصينيه بتاعتي في الفرن على الرف الوسطاني على درجه حراره 180، وهكون مولعه الفرن من تحت بس. هياخد معايا الكيك بالظبط كده حوالي ساعه الا ربع، مش اكتر من كده، زيه زي اي كيك عادي. قبل ما نخرج الكيك هنختبره كده بخلة اسنان ونشوفه لو استوى تمام، ما استواش وطلعت الخلة فيها حاجة هنسيبه كمان دقيقتين 3 كده في الفرن. بعد ما خرجته انا سبته بره كده على الرخامة حوالي ربع ساعة، وبعدين دخلته التلاجة. يعني مفروض ان احنا نسيبه اقل حاجة ساعتين. بصراحة انا كنت عاملة الكيك ده من بالليل وسبته لغاية الصبح بدري بدأت اقلبه علشان نفطر منه. وده كده كان الشكل. قبل ما نقلبه برضو في خطوة مهمة لازم نعملها، بنجيب صينية ونكون حاطين فيها مية دافية وبنحط القالب فيها بحيث ان الكراميل يسيح شوية ويبقى سهل علينا ان احنا نقلب القالب ويطلع معانا بكل سهولة. شايفين بقى الجمال؟ اكيد الكيك بتوصف نفسها، بجد تحفة. ال3 طبقات او ال3 نكهات اللي فيها مدين لها طعم غني جدا ولذيذ. هقطعها معاكم عشان تشوفوا شكلها عامل ازاي من جوه وقد ايه هي كريمية جدا. لو حابين بقى تزودوا كراميل تقدروا تضيفوا الاكياس اللي بتبقى موجودة في الباكت اللي فيه الكريم كراميل، تضيفوها من فوق تزودوا الكراميل فيها. شايفين بقى الجمال؟ بجد تحفة. جربوها وانا واثقة انها تعجبكم، وصحة وهنا مقدما لكل اللي هيجربها. وباي باي، اشوفكم على خير قريب في فيديو جديد.